الفصل الأول. حطمت قلبي. أنتوا أكيد بتهزروا، ده جوزي عايزيني شوف جوزي بتجوز واحدة تانية واسكت أزاي. صرخت منار وهي تبكي، كانت تنظر لحمويها بصدمة. تكلم وائل حماها وقال ببرود: وايه يعني ده شرع ربنا، هتعارضي شرع ربنا يا منار، وما دام قادر يصرف عليك وعليها يبقى هي المشكلة. أنا معارضة شو شرع ربنا يا عمي، بس أنا إنسانة ومش هستحمل أن جوزي يتجوز عليا أنا ممكن أموت فيها. مراد قول حاجة. كررتها مجددا وهي تبكي. لتتدخل حماتها تلك المرة وتقول: يا بنتي خلاص جواز مراد من هنا هيتم، وكتب الكتاب الأسبوع اللي جاي، أنا مش عايزة حفيدي يبعد عني يا منار، افهميني الطريقة الوحيدة اللي تخلي عمر ابن علي ابن الله يرحمه يتربى هنا أن مراد يتجوزها. طيب وانا مالي، أنا مالي ليه تخرب بيتي أنا عشان حفيدك يتربى هنا ليه؟ ما عندك أسر ابنك واه أعزب ليه متجوزها شليه حاطين عينيكم على جوزي أنا ليه؟ شهقت صابرين حماتها وهي تقول: أجوز ابني لواحدتي مش بكر، واتجوزت قبل كده لا مستحيل يا منار، ابني أسر لازم أول فرحته تكون بكر مش أرملة، وبعدين زعيقك وعياتك مش هيجيب وافدة. خلاص كتب الكتاب الأسبوع اللي جاي، اتفقنا مع أهل هنا على كده في غرفة مراد ومنار. يعني إيه هتجوزها خلاص يا مراد، يعني إيه؟ صرخت بها منار بجنون، كانت تشعر وكأنها في كابوس مخيف، لا تصدق كل العبث الذي يحدث حولها بحفيدهما عنهما، لم يفكر أبدا بمشاعرها ولا قلبها الذي سوف يتحطم بفعلتهما تلك. تنهد مراد وقال: خلاص يا منار الموضوع انتهى، أنا هتجوزها عشان ابن خويا يتربى وسطنا، ولا عايزاها تتجوز واحد تاني وابن خويا يتربى مع واحد غريب، ها قولي. طيب ما تخلي خوك أسر هو اللي يتجوزها، إيش معنى أنت؟ قالتها والدموع تطفر من عينيها ليغمض عينيه بتعب ويتنهد قائلا: حبيبتي أظن أهلي شرحولك أسر لسه شاب صغير أزاي، أول فرحته متكونش واحدة بكر وتكون رملة مينفعش. اهتاجت وهي ترد عليه: بقى مينفعش أخوك يتجوزها، لكن ينفع تخرب بيتي أنا وانت تتجوزها صحن. هو ده اللي هيحصل يا منار ومحدش، قال بيتك هتخرب ولا حاجة، لو عقلتي وعرفتي أن ده شرع ربنا وان أنت ملاكش أنك تعترضي عليه هترتاح يوي. نظرت إليه منار الدموع تنفجر من عينيها، لا تصدق أني من حبته يفعل بها، لقد فعلت الكثير منه. رفعت رأسها وقالت: يعني أنت مبسوط بالوضع ده؟ أكيد ما فرصة وجاتلك لحد عندك أزاي تضيعها من إيديك. عبس بدون فهم لتقول بنبرة جريحة: أنت فاكر أني مش عارفة أنك بتحبها وكان نفسك تتجوزها بدل أخوك؟ عارفة يا مراد، أنا قريت مذاكراتك. اتسعت عيني مراد بصدمة لتكمل هي بغضب. لم يتركها تكمل كلامها وصفعها بقوة حتى سقطت أرضا. بكت منار وهي تضع كفها على خدها وتقول: بتضربني يا مراد، واكسر رأسك كمان لو فكرتي مرة تانية تقلي أدبك. اسمعي كويس، أنا هتجوز هنا، عاجبك مش عاجبك، الباب يفوت جمل غوري أنت وسيبي بناتي هنا يتربى وسطينا، فاهمة؟ ثم دفعها وخرج. سقطت هي على الأرض وهي تبكي وتقول: عمري ما هسامحك يا مراد، عمري. يتبع الفصل الثاني. رجاء ورفض. وكنت أطعمه قمح فؤادي براحة عجبا، كيف بات يرضيه فتات الطريق. محمود درويش. يعني عايزني شوف جوزي بكلم بنات غيري واسكت واحط جذمة في بوقي. قالتها هنا بعين دامعة ليزفر علي بضيق ويقول: يا حبيبتي أنا بكلمهم مجرد كلام مش اكتر، يعني لا بقابلهم ولا بعمل معاهم حاجة، مجرد كلام تسلية، وبعدين يا حبيبتي حتى لو بعمل معاهم حاجتي كفاية أني في الآخر برجعلك متبقيش بومة ومال وخلي المركب تمشي، ولا عايزاني اتجوز عليكي واجبلك ضرة تشاركني فيك وتأخذ نفس حقوقك. بهتت بشدة وهي تسمع كلمته تلك ليضحك وهو يقول: شوفتي بقاءني بحبك ومش عايز ازعلك، أنا بس مجرد بفضفض معاهم وبنتكلم، لكن أنت اللي في القلب يا جميل، يا روحي جهز الولد ويال عشان نروح البيت، وعيب متسبيش بيتك مرة تانية.
عادت هنا من شرودها ودموعها تتساقط على صورة زوجها الذي مات منذ عام، ورغم أن طيلة مدى زواجهما كان يخونها ويهملها لأنها تعلقت به حبته، فهو أول رجل دخل قبلها، أول رجل أمتلكها. لقد تزوجته وهي في 17 من عمرها، وها هي لم تكمل 23 عام وقد ترملت. أغمضت عينيها بقوة وهي تبكي مرة أخرى، فها هي قبل أن تجف دموعها على زوجها الراحل ستتزوج من شقيقه. حاولت الرفض، حاولت وبشدة، ولكن أهلها حسموا الأمر وتخبروها أن كتب الكتاب الأسبوع القادم. إخراجها من شرودها دخول والدتها وهي تقول: هنا منار. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة.